انت انبهرت يا ابن الكلب. ما عليك ما عليك. هفتحها لك في عينيك. انت علاقتك انت والمدرس ببعض. السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طب يا جدعان كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو المفروض ان احنا دلوقتي متجمعين لان احنا في حرب هتقوم النهارده في قلب الفيديو ده، لان الراجل ده يا جدعان اللي هو السفاح ده من ساعه اخر مره احنا قررنا ان احنا ما نعملش معاه حاجه، وقلنا هو كمان مش هيقرب من ناحيتنا، في طار ما بينه وما بين المدرس، فهو والمدرس يخلصوه مع بعض، انما احنا خط احمر ومحدش ينفع يجي جنبنا لحد ما جه في اخر مره خطف عمر، والمفروض ان عمر دلوقتي متجمع معايا هو كمان جادد من الحركه اللي حصلت، ومعايا حسن ورا الكاميرا بيصور، احمد مصبح وعبد الرحمن المفروض ان هم بيجهزوا للشماريخ والبيرسول والحاجات اللي هنولع بيها، ومحمد اسامه المفروض ان هو بيحاول يوصل للمكان اللي فيه السفاح دوت علشان نقدر نهجم عليه ونحاول ان احنا نخلص عليه النهارده، لان حرفيا من بعد البنطات اللي حصلت ديت ما ينفعش ان حد فينا يسمع عليه ولا حد فينا يهدى، لازم نخلص الحوار دوت باي شكل من الاشكال، حتى لو هنولع فيه. ده اللي المفروض هنبني عليه الفيديو بتاع النهارده، فكل الناس اللي بتتفرج ما حدش يقدم ولا لحظه في قلب الفيديو، لان الفيديو ده احنا هنحاول بكل الطرق ان احنا نخلص من الراجل ده، او الراجل ده يخلص علينا، او المدرس ده نخلص عليه، لان احنا كلنا يا جدعان دلوقتي جادين من الحوارات اللي عماله تحصل، واخر مره كان عمر هيموت تحت ايده، الحمد لله قدرنا ان احنا نجيبه. يا اما نموت يا اما نموت، هو ده ملهاش حل غير كده، يا اما يفضل ينط لنا ويخطف واحد ورا الثاني، هو ملهاش حل غير كده. احنا يا جدعان كنا هاديين وما كناش شاغلين دماغنا باي حاجه لحد ما هو جه على البيت وعمر كان جوه لوحده، المفروض ان هو يا جدعان حرفيا الراجل ده لازم يتاخد معاه موقف، لان المواقف كلها دلوقتي احنا عمالين بنحاول بكل الطرق نبعد عن المشاكل، بس المشاكل بتجي لنا لحد عندنا، فبما انها بقى بتجي لنا لحد عندنا فلازم ناخد فيها حد بقى علشان نخلص من المشكله دي. المفروض ان الفيديو اللي نزل اللي فات لو انت ما شفتوش هتلاقيه تحت في الديسكربشن، كنا المفروض ان احنا لقينا الكلب اللي هو ايه المعلم محمد اخويا، المفروض ان هو بيحميه، وهو اصلا ايه جاب له جرب ايتر، فهنحاول ان احنا برضك نعالجه، خدناه ورحنا بيه للدكتوره النهارده يا جدعان، بس الدكتوره قالت لنا ان هو تمام مفيش في اي حاجه، ادتنا بس كده حاجات كده زي نظام ميه بتتحط عليه علشان خاطر لو في اي حاجه او في اي حشرات تبدا انها تموت، بس الكلب بيحب اللعب، وفي نفس الوقت انا مش عارف اخش بيه في البيت عندي، فبنحاول ان احنا نظبط له مكان عند احمد مصبح بحيث ان احنا نخليه معانا. والناس يا جدعان في الفيديو اللي فات قعدنا نقول ان احنا عايزين نختار اسم عشان خاطر نخلي الكلب ده معانا على طول، فكل الناس يعني ثابته على اسم خربوش، تمام؟ خربوش ده اللي هو الكلب اللي كان معانا بس اتوفى، هناخد له فلاش باك دلوقتي. فدلوقتي يا جدعان احنا خلاص قررنا وخدنا الاسم، بما ان انتوا حابين ان احنا نسميه خربوش فقررنا ان احنا نسميه خربوش. ما اعرفش هو بيعمل كده ليه، هو كلب لعب يعني، هو بيحب اللعب بس هو بيسمع الكلام يا جدعان. تعالى بصوا، تعالى خد، تعالى تعالى تعالى، ايوه هنا بقى، خد تعالى. بص يا جدعان هو المفروض ان هو بيحب ان هو عايز يلعب كده على طول، فاهمني؟ هو محتاج مكان، المكان دوت يبقى واسع بحيث ان هو ياخد راحته ويجري ويتنطط فيه، فاحنا بنحاول ان احنا نظبط له دلوقتي المكان او حاجه معينه بحيث ان هو يقدر ياخد راحته، وفي نفس الوقت ننضفه من اللي هو فيه دلوقتي. هنبدا دلوقتي ان احنا نستنى لحد اما الرجاله تحضر الشماريخ وتحضر الحاجه ويبداوا ان هم يجوا، وبعد كده نبدا ان احنا نشوف الراجل دوت مكانه فين. محمد اسامه يحاول ان هو يتقص لنا لحد ما نعرف مكانه، وبعد كده نبدا نعمل الهجوم عليه، وزي ما ترسى اول ما الرجاله تيجي نبدا ان احنا نصور تاني على طول. طيب يا جدعان دلوقتي الرجاله حضرت الشماريخ وما عادش فاضل اي حاجه غير ان احنا نعرف مكان الراجل ده فين علشان نبدا الهجوم بتاعنا عليه. المفروض ان انا معايا عبد الرحمن بردك واحمد مصبح. الرجاله بس احنا لسه ناقصنا دلوقتي يا جدعان البيرسول دوت هنبدا ان احنا نجيبه من المحل واحنا رايحين، مستنيين بس محمد اسامه ان هو يعرف لنا مكان الراجل ده فين، واول ما نوصل لمكان الراجل ده هنبدا ان احنا نعمل الهجوم بتاعنا عليه. بس كل اللي احنا عايزينه دلوقتي يا عم عبد الرحمن الراجل ده لو احنا قدرنا نوصل لمكانه ما نحتقهوش، يا نموته يا هو يولع فينا بقى والدنيا تخرب خالص، لان يا جدعان حرفيا اللي عمال يحصل معانا ده مش طبيعي، احنا مش شاغلين دماغنا، وهو في طار ما بينه وما بين المدرس على حوار الفلاشه ديت الله اعلم هو عايزها ليه او عايز يخلص منها ليه، او ايه اللي ما بينه وما بين المدرس الله اعلم، والمدرس مش عايز يديله الفلاشه ليه. احنا كل اللي احنا عارفين دلوقتي ان احنا ليه محطوطين في قلب الخانه دي، والراجل ده ليه خطف عمر المره اللي فاتت وكان عايز يموته لولا ان احنا لحقناه في اخر لحظه. فهنبدا دلوقتي ان احنا نستنى لحد ما محمد اسامه يعرف لنا المكان بتاعه فين. هو المفروض ان محمد بقاله حرفيا يجي ساعه عمال بيدور في كل الاماكن اللي احنا شفنا فيها الراجل ده، واول ما يوصل لمكانه هنبدا ان احنا نصور تاني على طول. طب يا جدعان بعد ساعه بلف عليه ورحت الاماكن كلها
لقيته هنا الظاهر بيتكلم في التليفون، وانا قاعد هنا وانا خايف اصلا. ماشي يلا على طول. مش عارف بيكلم مين، خايف اجرب اصلا. ورنا العيال لازم ارن على العيال واقول لهم ان انا لقيت مكان. طب يا جدعان محمد وسام بيرن علينا اهو. الو انت فين؟ يا ابني ايه؟ انا عرفت مكان السفاح. طب فين بسرعه؟ ابعت لنا المكان. هو فين؟ عارف المكان اللي كان خاطف في عمر؟ اللي هو كان اخر مره اللي راح بالعربيه. اه تعالوا بسرعه عشان عمال يتكلم في التليفون. تعالوا قبل ما حد تاني يجي. طيب ماشي، احنا مسافه السكه وجاي لك على طول. اوعى يغيب عن عينك عشان ما يهربش يا محمد. وخليه برضه يتابعنا بالتليفون. ماشي يلا. طب يا جدعان احنا دلوقتي عرفنا مكانه ومفيش قدامنا اي حاجه دلوقتي غير ان احنا نبدا ان احنا نقتحم عليه، ويا نولع فيه يا يولع فينا. طب يا جدعان احنا دلوقتي المفروض ان احنا وصلنا المكان بس مش سامعين صوت اي حد، فاحنا عمالين بنحاول ان احنا نخش بالراحه لا يكون في حد فيهم جوه. يا عم خليك بعيد يا جدعان فين؟ محمد اسامه. عليه صوت الموبايل يطلع هناك. محمد اسامه قال لنا تعالوا هنا ولا ورا قال لك هنا يا عم، هو كان جابك هنا عشان هو المدرس جوه شايفين بالكلام ده. هو مين؟ المدرس والله ده مدرس معايا جوه. ابن الكلب. انا كنت حاسس بس ايه خد بالك. جرب وتمحي لا ما خلصتش. متأكد ما خلصتش. اتأكد بنفسي واديك الفلاش. طيب على امتى؟ اديك الفلاش. كتير. لا مش كتير. على يقف. لا مش هيقف. لا يقف والله. اقل من كده انت قدامك يوم. لا قد ايه؟ انا بقول لك لا. برضه خلص لي مصلحتي الاول واتأكد ان مصلحتي خلصت. يا عم انا بقول لك مصلحتك خلصت. اديك الفلاش. يا عم مصلحتك خلصت. خلصت فين؟ خلصت هديك الثمن النهارده يعني؟ بكره تجيب لي الفلاش. هجيب لك الفلاش. اتأكد النهارده ان في حاجه خلصت كلها مصلحتي خلصت. وتجيب لي الفلاش يا بابا. واديك فلاش. ماشي. تمام؟ وبعدين انت ازاي صابر على عندي لحد دلوقتي؟ يا سيبهم براحتهم، ده بنقول لهم حاجه حلوه كده. لا عايزين ننزل. يا عم هخلص لك والله، انا بس صبر عليهم شويه. كل ما برضه بتزيد وبتقول مش عارف ايه وايه. يا عم والله انا كده عايز اخلص منهم خالص. على امتى؟ بس نخلص بس المصلحه اللي معانا ديت هينتهوا نهائي. تمام؟ انت عايز مني اي حاجه دلوقتي؟ سلام. كده المدرس طلع خاين اهو. بقول لك ازاي كده المدرس طلع خاين اهو. عبد الرحمن ايه؟ خد احمد مصبح معاكم شماريخ. روحوا زولوه حاولوا تطلعوا الناحيه الثانيه. تمام؟ طلع مين؟ طب زودوا الراجل ده وطلعوه عشان احنا نجيب حاجه من ورا، وعمر ومحمد يحيى يقوموا مكتفينهم وماسكينه ونعرف ايه اللي بينه وبين المدرس. احنا نروح معاهم عبد الرحمن. يلا يا محمد يحيى خد عمر وخش من ورا الناحيه الثانيه هنا. محمد اسامه انت معايا هنا. تمام؟ حسن خش ورا محمد يحيى، حاول تدي لنفسك براحه. ادي لنفسك براحه عشان خاطر ما يقفشناش. مستنيين ده كله. خليك في ظهر عشان نحس بيه. شايفهم؟ هو فين؟ استنى عمر ما يتجاوز. تعال اهو. استنى تعال يا محمد علي مانو. تعال. حد يهجم عليه من ورا. تعال. استنى. تعال. خش عليه. يا هنموتك هتموتنا النهارده يا ابن الكلب.
ما عليك ما عليك يا انت وش بتحرق انا جاي وش حد تعالى بس يا عم سامي، خد عليك كوره، خد عليك كوره، كتف فيها كتفه، شيل السلاح من ايديه بسرعه. اهدى يا وحش. ولع فيك، ولا في وش ولا في وش، اقف هديها لك في عينيك، اقف. انت علاقتك انت والمدرس ببعض. اثبت يالا، اثبت كده بقى عشان ما نواجهكش بقى. اثبت. عبد الرحمن، شوف المدرس بسرعه، حاول توصلوا له. هو فين؟ شوفوا هو مشي من هنا ورا الناحيه الثانيه قدامكم. هتوصل. ولع في ابن الكتفه دي. امسك دي يا عمر كتفوا بيها. اللي بينك وبين المدرس انت انا حاسس. تعال بسرعه معانا الاول. ولع يا محمد، ولع نار المكان. ولع نار المكان كله. اطلع، احنا قفشناك يا ابن الخاينه. يا اسطى هو اكيد يا اسطى جري كده. شكله هبل. سمعته اصلا. ما ينفعش يعرف ان احنا عرفنا ان هم لهم علاقه ببعض يا عبد الرحمن. لازم نفضل. ده اكيد راح على البيت عندنا احنا كمان. نبان ان احنا عبط للاخر، ولكننا نعرف ان احنا قفشناه. تعالى بقى نمسك ده بقى كده، نكتفه بقى، نرزعه حته دين على القماش عشان نقدر نعرف بقى من كلامه ان له علاقه بالمدرس. طب يا جدعان، الحمد لله ربنا بعتنا في الوقت المناسب علشان نكتشف خيانه الراجل اللي احنا معادينه في قلب بيتنا، وبنحاول ان احنا نحافظ عليه. انت رقبتك يالا يا عم انتج يا عم. لقيتوه المدرس. لقيتوه. احنا كل واحد فينا لو صب عليك بقلم انت هتموت. فبالحدوه كده بقى ايه فهمنا ده؟ وكلمنا وعرفنا ايه علاقتك بالمدرس. ما انت هتتكلم غصب عنك. ما يخصناش؟ يعني ايه ما يخصناش؟ يعني انتوا في بينكم وبين بعض شغل اصلا؟ مصلحه وكل واحد يا جدعان. مصلحه كل واحد فيكم راح لحاله. يعني انتوا مالكوش علاقه ببعض لا مالناش علاقه ولا بتداري عليه؟ لا لا الزبون ده ناخده. نعرف كل حاجه. لازم دي تاخد يا اسطى وتربى. ارميه هنا يا اسطى، ارميه هنا، ارميه في الترعه نغرقه. لا نعرف كل حاجه. ونولع فيه. حبل طيب اي حاجه. ما جبناش حاجه، كتف اهله كده بايدك واحنا خمس سته مع بعض نكتف. لحد ما يغمى عليهم نشيله من احنا دلوقتي لو كل واحد فينا نتاش وقفه واحد بس يغمى عليه. اخبطوا هنا اخبطوا يامه اخبطوا هنا يامه. اضربوا والله ما هو ميتين امه. عايزين نعرف من كل حاجه احنا عايزين نعرفها. اخبطوا يا اسطى. واحده واحده. اهدى بقى، لا اهدى بقى، استنى اخبطوا. استنى، لا يا عم عشان عايزين تعملوا بيه ايه يا جدعان؟ موتوا قبل ما نعرف كل اللي احنا عايزينه. اللي بيحصل ليه يعرف اللي بيحصل الاول. ايه ده يابا كده؟ واحده واحده. هتقول ولا ايه؟ عمال توشوش نفسك. ده عامل زي الكلب. وعلى تعرفوا منين؟ فكره احنا شفنا كل اللي على الفلاشه ليك وعملنا منه نسخه ثانيه، يعني لو حتى خدت الفلاشه من المدرس فاحنا هنقدر برضك نوديك في 60 دقايق. وعايز اعرفك ان انت اصلا حته قد كده بالنسبه لنا، لو عايزين نموتك دلوقتي هنموتك، بس احنا عايزين نفهم بس بالعقل ازاي نقدر نتعامل معاكم، وعايزين نعرف المدرس له علاقه فيك بايه علشان نسيبك. الانكار مش هيفيدك تتكلم. ايه؟ انا ماليش علاقه بقى، انا كان بيني وبينه مصلحه وخلص. ما كنت مقابله بتقولوا ايه لبعض؟ امال ايه بقى ما خلصتش؟ العيب مش عليه، العيب على اللي احنا سايبينه في قلب بيتنا وعمالين نأمن عليه عشان ما يحصلوش مشاكل ولا يحصل له حاجه ويطلع في الاخر خاين اصلا وبيخوننا. والحمد لله ان احنا قفشناه. يلا يا باشا هاتوا ده يا باشا وروح بقى البيت، ولازم نحط في مواجهه هو والمدرس مع بعض ونعرف ايه سببهم هما الاثنين ببعض. اضربوا الاول كده يا عم. ما خلص اهو، سهل اهو. يس هو نازل دم؟ لا بس باي. لازم انت تخليها مفاجاه بينه وبين المدرس. انا مش عايزين يا جدعان المدرس يعرف ان احنا عرفنا حاجه. ماشي. ناخد من ده كل حاجه احنا عايزينها، وبعد كده نبدا ان احنا نرتب بقى مع المدرس ونشوف هنتعامل معاه ازاي، بس بحذر علشان خاطر كده المدرس طلع خاين. ماشي عايزين بس نشيل ده كده يلا يا باشا مع بعض. يلا يا باشا يلا شيلوه، ميت وموتوه كده، نشيلوه كده. يلا. طب يا جدعان احنا هنقفل الفيديو بتاعنا لحد هنا، هناخد ده جثه همدانه لحد ما نوصل بيه عند البيت ونبدا ان احنا نفوقه ونحاول ان احنا نعرف ايه اللي بينه وبين المدرس، ونجيب المدرس نربطه هو كمان ونحطه قصاد بعض لحد ما نعرف ايه السر اللي هم بيلعبوا عليه. ده شكلهم عايزين يموتونا ولاد الكلب. يلا يا عم اقفل يلا ونطلع من هنا.